السلام عليكم. هاد الكاطو هذا راه بلدي، ما فيهش البيض، بلا بيض، ومع خفن زربن. غنسهل عليكم المأمورية، غنعطيكم الطريقة ديالي كيفاش كندير له باش كتنجح معكم هاد العجينة هادي، وباش كينجح معكم هاد الكاطو هذا، وراه تيجي بنين بزاف مع اتاي مع القهوة، تيجي ممتاز. غادي نبداو هاد لاغوسات هادي. بسم الله. عندي هنا 130 غرام ديال الزبدة، تخرجوها من الثلاجة قبل ترتاح ترطاب مع راساتها. وغنزيدو عليها كاس ديال السكر وقبيصة ديال الملحة. نغيز هاد الملحة وغندير انا كلشي في الماشينة. اللي بغا يخدم بيديه يخدم بيديه. انا باش قلت لكم نسهل عليكم هاد الكاطو هذا، يعني بهاد لا ماشين هادي، يعني لو بيتران. غنخدموا هاد الكاطو هذا وبطريقه غتشوفوا معنا ساهله ماهله. واللي بغى يخدم بيديه راه ضروري من هاد المرحله هادي ان ديك الزبده خصها تمزج مزيان مع داك السكر. هنا زدت واحد الساشيه نتاع سكر فاني، هذاك السكر اللي فيه المذاق ديال الفاني. يو خليطي يو حريكي، وخلي ديك الماشينه تدور حتى داك الخليط كيولي هكذا، يعني تيولي غادي لواحد لاباط خفيفه. هنا غنزيد نفس الكاس باش عبرنا الاول، غنزيد كاس ديال الزيت. ومن بين الاسرار باش تنجح معاكم هاد العجينه هادي، خص هاد الزيت هادي تخلط مزيان مع هاد السكر وهاد الزبده. الا بقات الزيت بوحدها باينه راه ما غينجحش معاكم هاد العجينه. خص ضروري تولي بواحد الشكل كريمو هكا. خدمتوها بالماشينه كتخليو داك الطراب يدور، خدمتوها بيديكم كتمعسوها مزيان حتى تتولي بهاد الشكل هذا. كما شفتوا ما خصش الزيت يبقى بوحدو باين، خص تعطي واحد الشكل كريمو. انا كنعطيكم دابا جميع المراحل باش ينجح معكم هذا الكاطو هذا وهاد العجينه هذه. اون فوا تنخلطوا هادشي كامل، غادي نزيدوا دابا يا دانون، واحد جوج دانونات، ولا كاس كبير ديال هاد رايبي هذا يوب بالنكهه اللي بغيتو، يا الفريز يا الفرomboise يا الفاني، داكشي اللي كان متوفر عندكم ولا اللي كنتو كتبغيو. انا هنا زدت واحد كاس هكذا بنفس الكاس باش عبرنا ديال لوغو فريز. كما قلنا نقدو نديرو رايبي ولا جوج ديال الدانونات، اللي بغينا. وفاش غنخلط هادشي عاوتاني شوفوا لا كريم اللي عطاتني هكا. هذا هو لا كريم اللي بغينا نحصلوا عليها في هاد لاباري هادي. دابا من بعد غنزيد 40 غرام ديال المايزينا، يعني هاد النشا ديال الذره. وغادي نزيد واحد الخميره نتاع الزا ليفير شيميك، وغادي نخلط عاوتاني هادشي مزيان. كما شفتوا الماشينه كتسهل علينا المأموريه، وإلا خدمنا هادشي باليد نفس الشيء. غير هي الماشينه شوفوا معايا الطريقه كي كيخرج هادشي، راه غير تنخلطوا شويه كتعطينا هاد لاباري هادي. الا تبعتوا معايا الطريقه راه غتنجح معكم هاد العجينه هادي، وهاد الكاطو هذا راه غتوليو ديروه دائما. هنا دابا غنسالي هادشي كامل بلا فرينه. وغادي نبدا نزيد بشويه بشويه، ما ديروش فرينه كامله في خطره. باش كنغلبوا على هاد العجينه هادي تنزيد واحد 8 د المعلقات ب8 د المعلقات. خدات ليا كلشي 20 معلقه كبيره عامره، تقريبا كيلو قل شي حاجه على حساب فرينه ديالكم. غتبقاو غاديين مع هذا الخليط هذا بشويه بشويه كما قلنا، وغادي نوريكم النتيجه اللي خصكم تحصلوا عليها. الا خدمتوا بيديكم راه نفس الشيء. خص هاد العجينه هذه ما تكونش رطبه بزاف، وغادي تشوفوا معنا القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. كما قلت لكم كيلو قل شي حاجه. ها نتوما هي باقا دابا رطبه، وغنبدا نعطيها فرينه بشويه بشويه. وهنا كما كتلاحظوا ها العجينه ها هي بدات تتجمع، غادي نقلبها ولكن كما تشوفوا هي باقا رطبه، مازال خصها شويه د فرينه. يعني في هذه المرحله هذه ما تقدوش تخدموا بها لان باقا رطبه بزاف. غنزيد لها شي معلقات عاوتاني وغادي ندورها، والنتيجه اللي خصها تكون هكا. هذه هي العجينه اللي خصها تحصلوا عليها، خصها تكون بهذا الشكل هذا. ها هي ما رطباش وفي نفس الوقت ما قاصحاش. الا حصلتوا على هذا القوام هذا بركه، ما تزيدوش فرينه. قاش الا زدتوا فرينه اكثر راه الكاطو فاش كيدخل الفران كيخرج قاصح. هاد العجينه هادي راه ما كتبغيش تدليك، صافي غير اون فوا كتجمع هكا بركه صافي كنجمعها وتنخدم بها، يعني مباشره. ما كتبغيش ندلكوها بزاف كما قلنا. ها هي واجده. دابا غنشد واحد جوج بياض ديال البيض. اللي بغى يزيد هاد المرحله ديال اللوز ولا كاوكاو كنستعمل داك بياض البيض باش كيلصقوا معنا هاد الكاوكاو هادو في هاد الكاطو. كما غتلاحظوا معنا كنشد واحد شويه نتاع العجينه وكنشكل بها واحد اون بتيت بول. كما غادي تلاحظوا هكا تندير واحد الكويره صغيره وندير فيها واحد ثقبه في الوسط.
باش من بعد كنديكوري بالكونفيتور ولا بالعسل الا بغيت، ولا باي بارفان اخرى بالشوكولاط ولا النوتيلا. يعني انا نعطيكم غير الفكره اللي درت انا. كنبدا نشكل دابا واحد الكاطويات هكا صغار. انا هنا درتهم في واحد الحجم اللي هو موين، نقدو نديروهم صغار شويه على هكا ونقدو نديروهم كبار على هكا، يعني اللي بغينا. هذا بياض البيض. اون فوا كان ايطاليهم كاملين هما الاولين كنقادهم، دابا كنبدا نديرهم هكا في بياض البيض. هادشي بالنسبه للناس اللي كياكلوا البيض. اللي ما بغاش يدير البيض راه يستغنى على هذه المرحله هذه، نقدو نخليوهم ناتور ولا نقدو ندردروا عليهم غير الكونفيتير وشويه الكونفيتور وشويه تاع النوا دو كوكو الا بغينا نغيروا. اون فوا كنديرهم هكا كاملين، غنشد شي حاجه باش غادي ندير واحد شويه نكروزي هذا الوسط هذا كما تلاحظون. وغندخل هادشي للفران يطيب على خاطرو 180 درجه. نقدو نديروهم في هاد لي مول هادو عاوتاني الا بغينا. هادو هنا خليتهم يعني ناتور، ما درتش فيهم يعني هذاك بياض البيض ولا، خليتهم هكا وجاو فرانشمون جاو زوينين مع اتاي، جاو شي حاجه رائعه. هادشي كامل غيدخل للفران كما قلنا 180 درجه 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه راه كيوجدوا. الا عندكم الفران فيه الفرفاره من الاحسن، ما كاينش كنديروهم الفوق حتى تيتحمروا، نهبطوهم شويه لتحت وها الكاطو ديالكم تيخرج هكا تيجي فريمون بنين. بالنسبه لا فينيسيون غادي نزيد انا هنا شويه ديال الكوفيتير هنا في الوسط كما كتشوفوا معنا، وغادي ندوب واحد شويه ديال الشوكولات. غنوريكم هاد الطريقه هذه ديال الشوكولات. تقدروا تستعملوا الشوكولا يعني بلون الابيض ولا لو شوكولا نوار اللي بغيتو. انا هنا راني درتو في الميكرووند ودرت معاه واحد معلقه نتاع الزيت. غادي نخلط هادشي كامل. كنحصل على هاد الشكل هذا وتنشد واحد الصاك ديال باش كنديروا هذاك ديال الكونجيلاتور، وكندير فيه هاد الشوكولاته هكذا. كنشد واحد الكوردون وكنبدا ندير واحد الثقاب صغار كما كتلاحظوا معنا باش كيسهل علينا المأموريه في لا ديكوراسيون. وكنبدا غادي فوق هاد الكاطو هذا. كما قلنا تقدروا تستعملوا الشوكولات يعني الاكحل شوكولا نوار. بهذه الطريقه هذه تنديكوريو هذا الكاطو هذا وخفن زربن. تنتمنى هذه الفكره هذه تكون عجباتكم، هذا الكاطو هذا يكون عجبكم. هادو هنا خليتهم ناتور، ما درتش معاهم لا بياض البيض، خليتهم بلا بيض، ما درتش معاهم هذاك الكاوكاو يعني مهرمش، وراه جاو فريمون بنان بنان بزاف هاكا ناتور. غير بهاد شويه الشكلاط ولا حتى بلا شكلاط جاو فريمون رائعين. تنتمنى تجربوا هذا الكاطو هذا ويعجبكم، وتخليوا لي في لي كومونتير واش صدق معاكم هاد العجينه نجحات معاكم ولا لا. شوفوا معايا كي كيخرج ها نتوما رطب من الداخل ومقرمش يعني من برا. شوفوا كي كيجي يعني ما خصش هكا، خصو يخرج ما خصش يجي قاصح، خص يبقى رطب مع اتاي. ما نقول لكم شي حاجه روعه. يا وتهلا ودوزو بخير. السلام عليكم.